تيجوا نزود السبايسز شويه، وما جوش وما راحوش لدكتور ودخلوا اهاليهم في الموضوع. ولع حرب شعناء، لان كل طرف من العيله عايز يثبت ان اللي عنده هو اللي سليم والطرف التاني هو اللي فيه مشكله. ابني فله، بنتي فله. تلاقوا ان الخناقه دي هما بيتخانقوا مع بعض بس هو مين اللي شايل حمل القلق والتوتر والزعل من الخناق ده؟ هو وهي. فده ما بيصلحش اللي بيحصل في السرير، بالعكس بيسويه اكتر. فالتطور الطبيعي الحاجه الساعه ايه بقى يا جماعه؟ نبعد، نافويد، نتجنب. فتلاقيهم بقى لهم سنه ونص متجوزين، المشكله دي موجوده. في البدايه كان في محاولات اوليه، المحاولات دي كانت ممكن تبقى مرتين ثلاثه في الاسبوع، ثم ابتدت تبقى اسبوع، ثم ابتدت تبقى كل اسبوعين، ثم ابتدت تبقى شهر. قاعدين قدامي بعد سنه وثلاث اشهر، اخر مره حاولوا يقربوا من بعض فيها كان من 3 اشهر. شايفين الدنيا عماله تتدهور ازاي؟ لمشكله علاجها متوفر وانواع مختلفه، ونحل الازمه من اولها. فلو حصل انه انت او هو حصل كده بينكم في اول الجواز، في وسط الجواز، بعد سنين، دي مشكله ممكن تحلوها. بس المهم تروحوا لدكاتره متخصصه في امراض الذكوره او الامراض النفسيه. انا ما اقدرش اشتغل فيه لوحدي، لازم امراض الذكوره تستبعد لي اي اسباب عضويه، ده تخصصهم. لو مفيش اسباب عضويه يبعتوا لي بقى عشان نشوف الاسباب النفسيه اللي بتعيق اتمام العلاقه الزوجيه. فما تتاخروش في ان كنتوا تلجأوا للطب، لان المشاكل اللي زي دي بتخلي فيه قنبله موقوته انه يحصل طلاق. مش بعد بقى كل الحب والشحتفه والجري شمال ويمين وشهر العسل والفرح والتوضيبات والخناق نتطلق على حاجه كان ممكن نتجنب اسبابها. اللي عنده مشكله زي دي يلجأ للطبيب.